السلام عليكم. في الأول كده عاوزة أقول لكم إن العنوان ده مظبوط ومش حاطاه بالشكل ده والصيغة دي بغرض الفيوز، ده مش أسلوبي. الفكرة وما فيها إني كنت عند نفس المدرسين اللي كانت بتاخد عندهم الأولى على الثانوية العامة في سنة ما وشعبة ما. هي مش أدبي أكيد، بس أنا ما خدتش رأيها قبل ما أطلع أقول، فمش هينفع أنشر صورة أو اسم أو حتى السنة حفاظا على الخصوصية. حبيت انقل لكم اللي سمعته من مدرسينها، وزي ما بيقولوا كده قصة كفاحها مع الثانوية العامة من المستوى تحت المتوسط لأنها قدرت تكون الأولى على الجمهورية. أول حاجة قالها لي مدرس الفيزياء إنها جابت 8 من 20 في امتحان كان هو الفاصل بين نهاية الكهربية وبداية الحديث، زي اليومين دول كده. طبعا الدرجة كانت وحشة جدا، بس هو ما اتصدمش ولا أي حاجة خالص، لأنها ما كانتش التوب في المجموع، كان في أشطر منها بكتير. بس قال إنها بعد الدرجة دي مباشرة اشترت كتاب حل واشتغلت عليه لوحدها. كانت بتشوف مراجعات على النت قبل ما تدخل على الحل وبعدين تصحح من الإجابات. وكانت كل حصة لازم تيجي ومعاها حوالي 10 أو 15 مسألة مش عارفاهم وعاوزة تحلهم وتعرف أفكارهم. وكانت دايما بتجيب معاها كراسة تكتب فيها فكرة المسألة وفكرة الحل بالبلدي، يعني مش هو خطوات وكده، لأ، تفهم نفسها كده على الماشي. وفي ظرف شهر بطلتنا كانت مخلصة حل على الكهربية من الكتاب ده. تسكت أبدا، جابت كتاب تاني، بس المرة دي قال إن كانت نسبة أخطائها قليلة جدا ومستواها اتقدم بنسبة كبيرة جدا. استمرت البنوتة على كده لآخر السنة، تيجي كل حصة مخلصة الواجبات عادي زائد معاها كتاب تاني تقف تسأل فيه. واستحقت في الآخر إنها تقفل الفيزياء لأنها بشهادة مدرسها عملت مجهود جبار فيها. ده كان نقلا عن مدرس الفيزياء. نيجي بقى لمدرس الانجليش، واول حاجه قالها انها ما كانتش تتوقع اطلاقا ولا حاطه في دماغها انها تطلع الاولى نهائي. بالعكس، انها اتصدمت لما لقت صورتها في مؤتمر الوزير. قعدت فتره مش مصدقه ولا هو شخصيا كان مصدق. وقال لنا كمان انها كانت ماشيه عادي من الكتب اللي هو شغال منها، بس كانت بتراجع من نفسها. وعارف كده لما لقاها بترجع تساله في القديم، وكان بيشوفها دايما بتلخص القواعد في كشكول وتكتب اهم الاسئله على القاعده. جت مرة تدينا نصايح وسألناها كانت بتحفظ الكلمات الإنجليش ازاي وما كانتش بتنساها. قالت لنا انها كانت بتنساها عادي جدا زي اي حد، بس باستمرار المراجعة كانت دايما بتثبتها. وقالت انها اهم حاجة كانت بتعملها انها تحفظهم الصبح بدري وتراجع عليهم قبل ما تنام. بتقول انها كانت بتبقى فاكرة جزء كبير منهم بالطريقة دي. نيجي بقى لمدرس العربي، وقال انها ما كانتش بتعرف تحل عربي بتاتا وما كانتش بتفهم النصوص اصلا. وكذا مرة هو نبهها انها تشتغل على نفسها، بس لقى في الاخر مستواها اتحسن جدا. معرفش ليه، الله اعلم هي راحت عند مدرس كمان ولا اشتغلت على نفسها، بس الاكيد انها ما سابتش الدنيا تبوظ ولقت حل وانقذت نفسها. مش بحكي لكم التجربة دي عشان تاخدوها بحذافيرها، القصد انكم تستخلصوا منها الاتي: ان البنوتة دي كان مستواها وحش في الفيزياء، بس هي اشتغلت على نفسها وما قالتش انا ضعت، لا، شافت العيب فين واشتغلت عليه، وكانت صميمة ودؤوبة، ووثقت في ربنا وفي نفسها انها تقدر تظبط الدنيا وتعدي من الازمة بسلام. ومحدش من اللي بيسمعني اقل منها، انت تقدر تعمل اكتر من كده، بس المثابرة وعدم اليأس وانك تبعد عنك اي طاقة سلبية تثبط عزيمتك هو ده المهم دلوقتي. اشتغل كأن الامتحان بكرة، بس روق اعصابك وهدي الدنيا كأنك لسه بادئ السنة. الفترة اللي جاية كافية ووافية وما شاء الله عليها انك تفرم المنهج فرم، بس نظم وقتك وحط جدولك، اربط حزام الامان وانطلق يا بطل.